السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد. فيديو النهارده حقيقي من الفيديوهات يعني اللي هتبسط جدا طلاب المرحلة الثالثة وهتخلي عندكم امل. الفيديو بتاع النهارده الكلية الجديدة اللي نزلت وانا حابة اتكلم عنها شوية، بس قبل ما اتكلم وقبل ما اعمل اي حاجة هتحطوا لي لايك. ليه بقى؟ عشان انتوا بسبب ان انتوا ما بتحطوش لايك في الفيديوهات، الفيديو اللي فات والفيديو اللي قبليه واقعين ريتش، مفيش فيهم ريتش، فيهم كومنتات وفيهم لايكات بس قليلة. انا لما بلاقي الفيديوز كده بيجيلي احباط. يعني بصوا، لما كنت بنزل فيديوهات وكانت بتعلى على طول في نفس اليوم وتاني يوم واليوم اللي وراه بيجيلي كومنتات كتير، كنت بتشجع واصور. انا دلوقتي النهارده تالت يوم ما انزلش فيديو، حرفيا بسبب ان انا عندي اكتئاب. انا بكتئب لما ما بيجيليش كومنتات. فقبل ما نبدا هنحط لايك ونشترك في القناه عشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديده اللي انا هنزلها. هنزلكم فيديوهات الفتره الجايه جامده خطيره خطيره بجد. ونكتب كومنت حلو للفيديو ده ونقول رأينا فيه، ونعمل شير لكل طلاب المرحلة الثالثة وكل طلاب الدور الثاني وكل الطلاب اللي هم اصلا داخلين اولى جامعة. ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف الفيديو بتاعنا بيقول ايه. علوم التغذية، الكلية دي كلية جديدة نزلت في المرحلة الثالثة. بس الكلية دي فعلا كلية جديدة؟ لا. ليه؟ الكلية دي كانت اصلا قسم في كلية اقتصاد منزلي. اللي هنتكلم فيه الكلية دي بتقبل من كام؟ تنسيقها هيبقى ايه؟ بتاخد علمي وادبي ولا علمي بس؟ بتدرس ايه؟ مصاريفها كام؟ كلية حكومية ولا كلية خاصة؟ كل ده هنتكلم عنه النهارده. حطيتوا لايك؟ ما حطيناش. قاعدة مستنياكم تحطوا لايك. هاتوا لنا يا جدعان علبة عصير ولا حاجة على ما يحطوا لنا لايك. حطيتوا؟ خلاص يا جدعان ما تطلبوش عصير. يلا بينا نبدأ. الكلية دي كلية علوم تغذية. الكلية دي بتنافس كليات كتير هقول لكم عليها كمان شوية. طيب الكلية دي يا ياسمين بتدرس ايه اللي هندرسه فيها؟ حلوة ولا وحشة؟ الكلية دي بتدرس ايه؟ في الكلية دي هندرس فيها حاجتين، ده في سنة اولى. هتدرس التغذية العلاجية، بس هتختار يا تغذية علاجية عربي يا تغذية علاجية انجليزي. طب ايه الفرق بينهم؟ ولا حاجة. الفرق ان ده العربي من غير فلوس، الانجليزي بفلوس. زي كده تجارة عربي وتجارة انجليزي. تجارة انجليزي مصاريفها اعلى من تجارة عربي، وهكذا بقى. تمام. طيب يا ياسمين، انا لو عايزه اخشها عادي كده اخش القسم الانجليزي براحتي؟ لازم طبعا تكون جايب مجموع كويس جدا في اللغه الانجليزيه. طب كام؟ معرفش، بقى صريحه معاك، يعني هما لسه ما قالوش. بس اللي انا متوقعاه ان هما لما هيقدم الطلبه ويشوفوا اعلى نسبه، هي دي هتبقى اعلى حاجه في الكليه. يعني هو ده اللي هيبقى الحد الادنى والحد الاقصى وكده. فاهميني؟ انتوا فاهميني ان شاء الله؟ فاهمين. طب يا ياسمين، كده انا في سنه اولى خلاص عرفت انا هاخد عربي او انجليزي. طب المصاريف كام؟ برضو لسه ما قالوش. طب يعني المتوقع. بص يا سيدي، الكليه دي لما كانت في اقتصاد منزلي كانت بتاخد، القسم ده كان بياخد اللي هو القسم الانجليش كان بياخد من ايه؟ من 13 ل 15,000. المتوقع يعني ان هو لما هيبقى قسم لوحده هياخد من 25 ل 30,000. انت بتاخد هناك ساعات يعني زي الكورسات وكده، يعني لو حسبت 60,000 25,000 26,000 وهكذا. تمام. طيب انا خلصت سنة اولى، نيجي لسنة تانية هدرس ايه؟ هقولك هتدرس ايه يا سيدي. تغذية المجتمع وعلوم الغذاء. طيب انا درست دول خلاص، عرفت انا وعرفت انها بفلوس ولا لا. شهادتها زي شهادة اي كلية؟ ايوه، بتاخد منها بكالوريوس القسم اللي انت هتتخصص فيه، سواء تغذية المجتمع تبقى واخد بكالوريوس تغذية مجتمع وهكذا. طيب يا ياسمين، دلوقتي انا خلاص عرفت تنسيقها بقى من كام؟ بصوا، علشان اكون صريحة معاك، تنسيقها مش هيبقى قليل، يعني مش هيبقى من 50. عشان اكون صريحة معاك، انت لو جايب 60 فيما فوق فانت في الامان، انت كده تقدر تخشها. طب لو انا مش جايب 60 فيما فوق، كل ما هتبعد كل ما يعني فرصتك ان انت تخشها هتقل. او كام هما لسه محددوش، بس اللي انا متوقعاه ان هي مش هتقل عن 55. ده بصراحة اللي انا متوقعاه. طيب في ايه تاني ممكن نعرفه عنها؟ خلص هشتغل فين؟ بص يا سيدي بقى، عد معايا. انت هتخلص بتنافس، لما هتخلص هتلاقي نفسك بتنافس بتاع علوم وبتاع زراعة. ازاي بقى؟ انت دلوقتي خلصت درست كل ما له علاقة بالغذاء، كل ما له علاقة بالاكل، فتقدر تشتغل ايه؟ تقدر تشتغل اخصائي تغذية في اي مستشفى حكومية.
تحط رجل على رجل كده وتشتغل اخصائي تغذيه. تقدر تشتغل خبير في التغذيه، في المصانع والشركات والنوادي. بص في كل حته ليك مكان، يعني في المستشفيات ليك مكان. انا بالمناسبه والدتي اخصائيه تغذيه. في النوادي ليك مكان، في الشركات الكبيره ليك مكان، في المصانع ليك مكان، في كذا حته. الكليه دي مش وحشه يا جماعه بجد، الكليه لذيذه جدا وحلوه جدا. وبجد يعني هو الحلو اللي هم عملوه ان هم خرجوا بره الصندوق، ان هم خرجوا قسم من اقتصاد منزلي. لان اقتصاد منزلي كل اللي بيسمع عنها بيعرف ان هي دي كليه طبخ، ما يعرفوش ان هي كليه فيها اقسام من جوه كويسه جدا. لو عاوزين ابقى اتكلم عنها ممكن ابقى اتكلم لكم عنها. فالكليه دي بجد احسن حاجه فيها ان هم خرجوها بره الصندوق. فلو عايز نصيحتي ان انت تخش الكليه دي ولا لا، خشها. الكليه لذيذه جدا وجميله جدا واقسامها كويسه. فيعني ان شاء الله خير. لو انت بقى من الناس اللي بتهتم بالمسميات فانت كده تبقى خريج كليه علوم. يعني انا اعرف ناس، والله في ناس بعتلي، والله لو لقيت السكرينات بتاعتهم هسيبها لكم هنا، بعتلي يقولوا لي يا ياسمين احنا نخشها ولا لا، احنا كده لما هنخلص هنبقى خريجين كليه علوم. طب ما اتكلم للاسم، لا انا خريج علوم. هما بقى مش هيدوروا ورايا انا خريج علوم ولا علوم التغذيه. فبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. يا رب اكون فدتكم ولو جزء بسيط. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان توصلوا كل جديد. تعملوا شير للفيديو ده. وبس كده توحشوني جدا جدا. اشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.